كابتن بركات اديني عنوان. عنوان عودة الأهلي ولا فريرة يرجع؟ لا هو مش لا، عودة الأهلي طبعا يا إبراهيم. النهارده النادي الأهلي طبعا كلنا عارفين الظروف اللي كان بيمر بيها الفترة اللي فاتت، ومع ذلك بيحاول إنه يرجع. رجع من خلال سيراميكا، رجع من خلال حرس الحدود، ولكن برضو كانت الدنيا برضو الناس تقول لك ايه، احنا حاطين ايدنا على وانت قلبنا. بتتفرج على الماتش كنت حاسس ان الاهلي هيرجع؟ في اي وقت بجد؟ والله في اي وقت. ليه؟ لان هو دوت النادي الاهلي اللي انا اعرفه، اللي هو عنده استحواذ، بيحاول يدور الكوره، بيحاول يضغط ويستخلص الكوره كمان علشان يروح. ممكن الشوط الاولاني طلعت خسران، ولكن الشوط الثاني وكنت خايف جدا، لان احنا دايما ماتشات الاهلي الفتره الاخيره يا كابتن مصطفى النادي الاهلي بيتراجع ويستقبل، وده هيرجع بقى ايه، هنرجع تاني نقول فتره الاعداد والراجل وريبيرو وما عملش وي، ولكن اللعيبه والغل اللي كان جواه، اللي هو الغل الكروي اللي احنا بنقول عليه، ايوه ان هم محمود الحميد لازم ان الماتش ده عارفين ان الماتش ده هيرجعهم، وابتدوا يشتغلوا وضغطوا. النهارده الكابتن عماد النحاس بصراحه حتى التغييرات، وشفنا حسين الشحات، لان احنا لازم نقف شويه بقى يا ابراهيم عند حسين الشحات، لان الراجل ده لعيب كبير، واللعيب الكبير هو بتاع الماتشات الكبيره. النهارده حسين بيثبت ان هو لعيب كبير وهو بتاع الماتشات الكبيره، وبيثبت زي ما انت قلت في الانترو، الكويس يلعب ودوت يوديك في حته ثانيه. انا مش فكره ان انا جبت صفقات وصفقات غاليه فانا لازم العب الصفقات، صح. لا، الصفقات مع رجالتي اللي موجوده اصلا، لازم تخلق حاله تنافسيه اللي هي ما تقتلش لعيبتك، اللي هي ما كسبتش. النهارده تبص على حسين وهو بيبوس الشنكار قبل ما ينزل، واثق يا بيه، ده واحد مركز. ده واحد مركز، عايز انا نفسي اعرف انا ما كنتش بعمل كده ليه وانا بلعب. انا لو اعرف ان بوس الشنكار بيكسر الدنيا. لا والله فعلا اللقطه المخرج بصراحه برافو عليه ان هو جايبها لنا حلوه، بس هي بينت ان هو عايز ومصمم وعايز يعمل حاجه. قبل كده حسين كان ينزل متضايق وينزل مكشر، ما كنتش تحس بيه، صح. ولكن النهارده انت لما تبقى لعيب كبير نازل في ماتش كبير ونازل مركز، شوف انت عملت كل حاجه. بس انا عايز اقول حاجه برضه، حسين الشحات يعني المنتخب فرق معاه. هو كان معاك طبعا. لا طبعا. طب يا كابتن حلمي حاجه جهزته. ده كلام والله لا هقول لك لا بس هو يستحق. كابتن حلمي بيتكلم صح طبعا. يعني انت برضو اما واحد تبقى بعيد، بس والله نقطه مهمه، بعيد يا ابراهيم، انت لما تبقى بعيد لانه فعلا اشتغل معاك كويس. طبعا جدا يعني. وبعد كده بترجع والناس بتفكر فيا ورايح بطوله مهمه، حتى لو مش المنتخب اللي هيلعب في كاس الامم، ولكن انت منتخب مصر برضه ومعايا. وبعدين كل اللعيبه اللي مع الكابتن حلمي دي لعيبه دوليه اصلا كلها. ايوه بصراحه.